اهلا بيكم في قناه ستات شطوره. فيديو النهارده تحدي ميزانيه 200 جنيه في اليوم. هنعمل منيو فطار وغدا وعشاء، وهشارك معاكي اكلات اقتصاديه وموفره جدا بالورقه والقلم، وهقولك ازاي تملي بيتك بالخير وتشيلي الخزين من نفس الميزانيه. تابعيني، ولو لسه ما شرفتنيش بالاشتراك في القناه دوسي لايك واشتركي في القناه وفعلي الجرس، ويلا بينا عشان نبدا الفيديو. ميزانيتنا النهارده ب 200 جنيه. يعني لو افترضنا انك انت معكيش غير 200 جنيه ولازم تمشي بيها اليوم، هتعملي ايه؟ هقولك على افكار اقتصاديه وتقدري انت تغيري وتظبطي في الميزانيه حسب المتاح عندك في البيت وحسب اللي اولادك بيحبوه. بس انا بديكي فكره انك انت ازاي توظفي ال 200 جنيه بتاعتك كفطار وغدا وعشاء، وكمان تخزني منه البيت وتملي بيتك بالخير. طيب، لو افترضنا ان انا في اول الاسبوع ومعايا 200 جنيه وعايزه امشي بيه اول يوم، هعمل ايه؟ هعمل فطار في حدود 25 جنيه. هجيب كيلو بطاطس ب 15 جنيه، وحاجه سلطه ب 10 جنيه، ويبقى كده كده كلفت الفطار بتاعي 25 جنيه وعملت سندوتشات بطاطس وسلطه. اقدر اجيب بال 15 جنيه دول عجينه فلافل واعملها برده في البيت، اقليها في البيت واعمل سندوتشات فلافل وسلطه. طب يعني مهم الفطار معايا ما يتعداش ال 25 جنيه. تكلفة الغدا هتبقى 55 جنيه. هعمل مكرونة وبطاطس محمرة بس. تمام، هتكفي معايا 4 أفراد. كيلو مكرونة سايبة ب 25 جنيه، كيلو طماطم ب 15 جنيه، كيلو بطاطس ب 15 جنيه. تقدري تجيبي الطماطم أقل من كده، وتقدري تجيبي بطاطس أقل من كده. تمام، أنا بديكي السعر المتاح في كل الأسواق. العشاء هيكلفني 30 جنيه، ب 10 جنيه لبن، ب 10 جنيه دقيق، ب 10 جنيه بيكنج باودر وفانيليا، وهعمل أحلى صينية كيك. إزاي من غير بيض؟ استني هقولك. اجمالي اليوم كده كام من غير البيض؟ 110. وانا معايا كام؟ معايا 200 جنيه. هيتبقى معايا كام؟ هيتبقى 90 جنيه. اقدر ب 90 جنيه دول اجيب كرتونة بيض واخليها عندي في التلاجة، هتنفعني في فطار وغدا، قصدي في فطار وعشاء، او ممكن كمان غدا طول الاسبوع. تمام. يبقى انا جبت البيض من قلب الكرتونة البيض اللي انا هجيبها واوفرها في الاسبوع. طيب، جبتها ب 80 هيتوفر معايا 10 جنيه، جبتها ب 90 يبقى انا معايا حقها. اليوم التاني هيكلفني 70 جنيه، فطار وغدا وعشاء. ازاي؟ هجيب فطار في حدود ال 20 جنيه، فول وفلافل ب 10 جنيه فول، وب 10 جنيه عجينه فلافل، عجينه واقليها في البيت واعمل سندوتشات فول وفلافل. لو انا جبت فول وفلافل وبيض وفتحت الدنيا، الفطار هيعدي معايا ال 50 60 جنيه. طب لو جبت ب 10 جنيه فول وب 10 جنيه عجينه فلافل وعملتهم في البيت سندوتشات زي بتاعت المحلات، هتوفر معايا. انت واولادك بس في البيت تقدري ان انت ايه، تفطروا كده فطار خفيف وتلمي الدنيا. تمام. طب الغدا هيكلفني 50 جنيه. ازاي؟ هعمل مسقعه ب 15 جنيه بطاطس، ب 15 جنيه طماطم، ب 10 جنيه بتنجان، ب 10 جنيه فلفل، وعملت احلى صينيه مسقعه. تمام. طيب، تقدري كمان تعملي مسقعه من غير بطاطس لو انت ما بتحبهاش بالبطاطس، يبقى وفرتي حق الايه، البطاطس. تمام. طيب، تقدري كمان تكلفيها اقل من كده لو جبنا الطماطم اقل من كده، او البطاطس اقل ايه من كده. اما العشاء بقى فمش هدفع فيه ولا مليم. ليه؟ لان انا قسمت صينيه الكيكه اللي عملتها اول يوم على نصين. نص قدمته للاولاد وزوجي مع كوبايه شاي، والنص التاني شيلته التاني يوم. لما باجي اعمل صينيه كيكه بعمل اكبر صينيه عندي عشان توفر معايا وترمي معايا كميه كبيره. طيب، كلفنا كام فطار وغدا وعشاء؟ 70 جنيه. من 200 جنيه اتبقى معايا 130 جنيه، ولو اتفضل 10 جنيه من اليوم الاول هيبقى معايا 140 جنيه. ممكن اعمل ايه يوفر معايا؟ ممكن اجيب ب 30 جنيه نص كيلو فول تدميس، او ممكن كمان تجيبي اقل من 30 جنيه. وممكن اجيب كيلو فول مدشوش ب 45 جنيه او اقل حسب السعر عندك. واجيب ب 10 جنيه عدس اصفر لزوم تدميس الفول، وب 5 جنيه خضره لزوم عمل الفلافل او الطعميه. كده ممكن اصرف حدود 90 او 80 جنيه. طيب، هيتبقى معايا كام؟ هيتبقى معايا 50 جنيه اجيب بيهم منظفات سايبه مع بتاع المنظفات، تكفيني برضو الاسبوع او تمشيني كام يوم في الاسبوع. طيب، يبقى انا كده شلت كرتون البيض اول يوم، تاني يوم دمست فول وعملت فلافل في البيت، يبقى انا كده وفرت 3 حاجات من الفطار. اليوم التالت اليوم التالت هيكلفني 105. هعمل فطار وغدا وعشاء ب 105. الفطار هيكون من اللي موجود عندك في البيت، سواء بيض او فول او فلافل، او تعملي ميكس بين التلاته براحتك. احنا كده وفرنا اول يوم كرتونة بيض، تاني يوم وفرنا الفول والفلافل. الغدا هعمل صينيه بسارية او هقليها حسب ما انت تحبي. كيلو بسارية من 25 ل 30، اغلى نوع بسارية ب 40 جنيه. تمام، بس هي في اليوم في الايام دي حر فما بتعديش 30 جنيه. وهجيب كيلو رز ب 25 جنيه وحاجه سلطه ب 10 جنيه، يبقى كده الغدا 65 جنيه. العشاء بقى ممكن اعمل شعريه باللبن او اعمل شعريه ساده حسب ما انا عايزه، يبقى منها حاجه حلوه ومسكره وكمان عشاء خفيف.
طيب هيكلفني 40 جنيه، هجيب ب 20 جنيه شعريه اقل من ربع من الكيلو بحاجات بسيطه، وبنص كيلو لبن ب 20 جنيه. طيب هعمل شعريه تمام، الكميه اللي انا هاخدها اللي هتكفيني انا واولادي، ولو اتبقى حاجه اهي مركونه عندي في البيت تنفعني في يوم تاني. تمام، واقدر كمان اوفر واعملها بالسكر بس، واوفر حق اللبن لو انت حابه. طيب صرفت 105 فطار وغدا وعشاء، واتبقى معايا 95 جنيه. ابدا بقى اجيب بيهم، ممكن اجيب مثلا نص كيلو جبنه والباقي مثلا عطاره، او ممكن اجيب ازازه زيت، او ممكن اجيب بيهم سمنه، او ممكن اجيب بيهم بصل وثوم، او خل وعطاره، حسب المتاح عندك او حسب النواقص بمعنى اصح عندك، تقدري تجيبي بيهم حاجات وتركنيهم تنفعك الايام اللي بعدها. اليوم الرابع تمام هيكلفني 161 جنيه فطار وغدا وعشاء. الفطار من قلب البيت، الغدا هيكلفني 125 جنيه. هجيب كيلو أجنحة وكيلو رز، وأجيب 30 جنيه طماطم وبصل وفلفل، وأعمل أحلى صينية أجنحة بالبصل والطماطم والفلفل، وجنبها شوية رز أبيض. طيب لو جبت نص كيلو طماطم ونص كيلو بطاطس وكيلو بصل وربع فلفل، ممكن اعمل كمان صينيه بطاطس او اجنحه بالبطاطس والطماطم والفلفل والبصل تمام، او كترت الكميه وشويه رز ابيض، حسب بقى ما انت تفنني ودماغك تجيبك تمام. طيب العشاء هيكلفني 36 جنيه، هعمل منه عشاء يكفيني 3 ايام. ازاي؟ هجيب كيلو دقيق ب 20 جنيه، وب 10 جنيه سمسم، وب 6 جنيه خميره، والماده الدهنيه عندي في البيت سواء سمنه او زيت تمام. وهعمل كيلو قراقيش، الكيلو قراقيش اللي هو الدقيق بيعمل لي كيلو ونص من القراقيش. طب كلفت اليوم كام؟ كلفته 161 جنيه، اتبقى معايا 39 جنيه هينضموا للخزين، سواء ايه بقى اللي ناقص عندي في البيت ابدا اجيبه. طيب اليوم الخامس هيكلفني 70 جنيه تمام، او 90 جنيه حسب ما هياخد مني بالظبط. الفطار لو انا مش جايبه جبنه، ممكن اجيب ب 20 جنيه جبنه يبقى تغيير، واحط جنبها اي حاجه عندي في البيت سواء بيض او فول او فلافل، واعمل برضو سندوتشات. اما الغدا فممكن يكلفني برضو من 50 ل 70 جنيه حسب سعر السوق عندي. هجيب بحوالي 20 جنيه جبنه قديمه، كيس طحينه كبير ب 10 جنيه، كيلو طماطم ب 15 جنيه، كيلو بطاطس ب 15 جنيه، ب 10 جنيه خيار. وهعمل جبنه قديمه بالطماطم والخيار، وهحمر جنبها بطاطس، وهعمل طبق شكشوكه جنبها والبيضه عندي في البيت. طيب لو سعر الطماطم اقل من 15 وسعر البطاطس اقل من 15، فممكن تتكلف معايا حوالي 50 او 60 جنيه. طب لو الاسعار ديت زي ما هي وانا ما جبتش جبنه للفطار، يبقى انا كده كلفت اليوم غدا وعشاء وفطار 70 جنيه. العشاء بقى بقيه القراقيش، احنا قلنا القراقيش هتقعد معايا 3 ايام، يبقى انا كده استخدمتها لليوم التاني، ومع شويه شاي وكده يبقى صرفت 70 جنيه. من ال 200 جنيه يتبقى معايا 130 جنيه هحطهم في بند الخزين، هشوف برضو ايه النواقص عندي في البيت، وابدا ان انا اكمل البيت، وبكده يبقى انا على طول ايدي في البيت وبكمل النواقص اول باول. ولو ما جبتش جبنه ممكن اجيب كمان نص كيلو جبنه ب 65 جنيه، وهيتبقى معايا 65 جنيه احطهم في بند الخزين. اليوم السادس هيكلفني 152 جنيه. طيب الفطار هيكون من البيت، الغدا هيكلفني 152 جنيه بالظبط. اجيب ربع كيلو لحمه مفرومه ب 75 جنيه. هجيب ب 30 جنيه خضار، اي صنف خضار انا عايزاه، كوسه، فاصوليا، ممكن اجيب بطاطس بس، ممكن اجيب باميه، براحتك حسب ما انت عايزه. وكيلو رز ب 25 جنيه، وربع شعريه في حدود ال7 جنيه، و15 جنيه طماطم تمام. العشاء هيبقى بواقي القراقيش اللي باقيه من اليوم الرابع والخامس، وكده يبقى احنا خلصنا بند القراقيش. اجمالي اليوم 152 جنيه اللي هو حق الغدا بس، وهيتبقى معايا 48 جنيه احطه في بند الخزين. اليوم السابع هيكلفني 65 جنيه. ليه؟ الفطار هيكون من البيت، الغدا هيكون بواقي اليوم اللي قبله تمام، وممكن ازود بس رز، ممكن اجيب كيلو رز او نص كيلو رز ازود على الرز بتاع اليوم اللي قبله. والعشاء هيكلفني 65 جنيه. بما ان احنا داخلين على موسم عاشوره، كل سنه وانتم طيبين، فممكن نستغل البليله تمام ونعمل عاشوره في البيت. هجيب بليله هعمل بليله باللبن. هجيب ب 30 جنيه سوري ب 13 جنيه بليله حوالي نص كيلو. هجيب لبن ب 40 جنيه. هجيب نشا ب 5 جنيه سايب، ب 5 جنيه فانيليا. وكده يبقى انا كلفت البليله باللبن او العاشوره 65 جنيه. هيبقى اجمالي اليوم اللي انا صرفته من 65 ل 90 جنيه. لو زودت رز هيبقى 90 جنيه، لو ما زودتش رز هيبقى 65 جنيه. هيبقى الباقي معايا من 135 ل 110 حسب انا جبت رز ولا لا، وبرده هنحطه في بند الخزين.
اللي انا عايزه اقوله لك، وان انا حاولت ان اتكلم بسرعه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، ان ال 200 جنيه لو انت وظفتيهم صح هتبداي تملي خزين في البيت. تمام، ممكن نمشي اخر يوم في سوري اخر اسبوع في الشهر بالميزانيه ديت، هنلاقي الميزانيه الاسبوع الجديد في الشهر الجديد معايا ماشيه مظبوط. تمام، وعندي حاجات متوفره في البيت. ابدا بقى الاسبوع اللي بعديه ابحبحها شويه على الاولاد، واجيب مثلا فرخه، اجيب حته لحمه، اجيب شويه سمك، يبقى انا عندي اساسيات في البيت. لو انتي عندك شويه حاجات في البيت وانتي ماشيه باليوم او ماشيه بالاسبوع، امشي بالميزانيه ديت، هتوفري كتير الميزانيه الاسبوع اللي بعده. تمام، وتقدري ان انتي تزودي وتجيبي حاجات تانية احسن في البيت. حبيت بس اشارك معاكم فكره ال 200 جنيه سريعا، ولو عايزه ميزانيه باي مبلغ اكتبي لي في الكومنتات وان شاء الله انفذها معاكم عملي. واستنوا الايام اللي جايه افكار ميزانيات كتيره جدا.